السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في لحظة جديدة من لحظة طمأنينة. إيه أكتر حاجة نفسك توصلها في حياتك؟ راحة، سعادة، نجاح، فلوس، بيت، زوج أو زوجة صالحة، أولاد. يمكن كل واحد فينا عنده أمنية مختلفة تماما، لكن لو قلتلك إن كل اللي بتدور عليه مش هو اللي قلبك محتاجه في الحقيقة، يمكن تكون قضيت سنين بتجري من هدف لهدف ومن حلم لحلم، وفي الآخر لسه جواك فراغ مش عارف تملاه. ليه؟ لأن الإنسان ما اتخلقش عشان الدنيا تكون أكبر همه. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دي مش مجرد آية، دي إجابة على أكبر سؤال في حياتك: أنا هنا ليه؟ أنت ما اتخلقتش عشان تجمع فلوس، ولا عشان الناس تعرف اسمك، ولا عشان تبقى أنجح واحد، ولا حتى عشان تكون أسعد واحد في الدنيا. أنت اتخلقت عشان تعرف ربنا سبحانه وتعالى وتعبده وتحبه وتعيش قريب منه. والدليل، ربنا لما خلق سيدنا آدم عليه السلام قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، تشريفا لهذا المخلوق الذي كرمه الله. ومن يومها في جوه كل إنسان روح، وروح الإنسان دي طبيعتها إن هي تشتاق لربنا سبحانه وتعالى اللي خلقها. ولذلك ممكن يبقى عند الإنسان كل حاجة، ومع ذلك حاسس إنه ناقصه شيء كبير قوي من جواه. بيبقى عنده مال لكن مش مرتاح، بيبقى عنده نجاح لكن حاسس بالوحدة، بيبقى حواليه ناس كتير لكن قلبه فاضي من جوه. ليه؟ لأن اللي ناقص مش حاجة، اللي ناقصه القرب من ربنا سبحانه وتعالى.